بمناسبة الافتتاح، أنا رحت قبل الافتتاح عشان احنا دايما سباقين. وبجد المتحف يا جماعة عظيم جدا جدا جدا، ومتحف أكبر متحف في العالم حرفيا، ومتحف الناس تفخر إنها مصرية عشان تشوفه. فعلا حاجة تليق بمصر، حاجة عظيمة جدا، حاجة تدعو للفخر. أتمنى كل الدول اللي واخدة آثارنا وحضارتنا يرجعوها بالذوق، عشان لو اتدخلت في الموضوع مش هيحصل كويس. وادي بعض الصور ليا أمام المتحف العظيم قبل افتتاحه ببضع دقائق وساعات، وحاجة عظيمة جدا جدا جدا. شايفين الوقفة بهيبة ازاي؟ ليه؟ عشان اصلا مش دافع تيكت، انا مدعو، انا غلاوتي من غلاوة ترامب وبقية الزعماء والرؤساء. طبعا ده جدي العزيز رمسيس، طبعا يعني تمثال. خلي بالكوا عشان في مية يا جماعة، اوعى حد يقع فيها. وده طبعا حاجة عظيمة جدا، تماثيل كتير على سلم كده. وده طبعا جدي العزيز، والمية اهي، اوعى حد يقع فيها عشان والله بتلخبط لما تروحوا، ما حدش يقع فيها. ودول طبعا جداتي، في واحدة فيهم نشر غسيلها عند التانية، بس يعني انا اتصرفت بينهم. وعندهم على فكرة فود كورت هايل جدا. ودي بعض المعلومات التاريخية عن الملك رمسيس الثاني العزيز، طبعا وحشنا جدا جدا جدا. ريست ان بيس يا ابويا. عظيم عظيم عظيم، تمثال فعلا رائع. بصوا عايش بقاله كام سنة، أعظم حضارة في التاريخ. هنا وأنا حزين، واحد من أولادي رمسيس الثاني برضه، ما شاء الله راجل عنده نرجسية وعمل كذا تمثال لنفسه. وهنا كنا بنطلع اسمه تقريبا السلم العظيم، مش فاكر عشان دي كانت من زمان شوية. هما بس أضافوا توت عنخ آمون، ده اسمه السلم العظيم. بتطلع أصلا كهربا كده، في كهربا للناس اللي زيي وفي ناس تطلع على السلم عادي. فعلا منظر مهيب، وحضارة عظيمة وعريقة. وأتمنى كله يزور، وأتمنى كله يفتخر ببلده ويفتخر بتاريخه. ودي بعض المعلومات المهمة جدا، يا ريت تعملوا بوز وتشوفوها. هنا عن الامبراطور الروماني كوكوريلا تقريبا، مش عارف اقرا الاسم كويس. ودي معلومات عن الملك مرنتباح، حاجة كده. يعني راجل عظيم جدا جدا عامة، أكيد أكيد ملك يعني على وضعه كده. وفي رقم سري باسورد مكتوب عليه تقريبا، واي فاي فرعوني. أهو ده مرنتباح، وده إخناتون طبعا. رجل عظيم جدا جدا، يعني أظن وسيم جدا جدا. يعني الوسامة عاوشة باسم سمرة جدا جدا. وهنا بطلع تاني بكمل السلم الفرعوني. يعني طلعته اكتر ما طلعت سلم المجد او سلم مدرسة، طلعته كتير جدا. بس فعلا يا جماعة الموضوع ممتع جدا، وفلوس في محلها. وفعلا يعني زيارة وتجربة مش هتنساها. هنا كنت بقرا الفاتحة لواحد من اجدادي يعني. الف رحمة ونور يا حبيبي، الف رحمة ونور، الف رحمة ونور يا حبيبي. خلاص بقى مش قادر. فالمهم ده فيو عظيم جدا على الاهرامات. لو محدش يعرف، المتحف المصري على بعد 2 كيلو بس من الاهرامات يا جماعه. وده رقم قريب جدا. وهنا بقى نازلين من على سلم المتحف ومن سلم المجد. وهنا كانت تجربه توت عنخ امون، حاجه كده عرض 3 دي يا جماعه، تحفه تحفه، لازم كلكم تجربوه. تعبت بقى من الفويس اوفر واسيبكم مع العرض. وجينا في لا اله الا الله، لا اله الا الله. أصل الكون والمعبودات والحياة الكائنات كما وهبها للنبات وجعل الحياة تفيض في وادي النور. الله سماها بالنجوم صانع الحياة وخلقها. هنخبط 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 هنخبط. ايه ده عادي؟ اخترقناه. كريتيف مود يا زكي. انا شايف حاجات فرق. إله الخلق ايه خلق؟ الذي بعث الإنسان على عجلة الفخار، وهي الحقاد التي بعثت الروح في جسد
وجعلوني إنسانا كده متسنطر يعني. ونصروني ملكا. حاجة قريبة؟ مفيش حاجة أحسن تكون مغفليني، فاهم؟ إيه ده الله؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ استنى أوقف، استنى أوقف، إيه ده؟ إيه ده؟ منه كتير أوي. إيه ده الله؟ أرض الأهرامات وأبيها أبي جوهرة تلمع تحت ضوء النجوم، وكأن مياه النيل تراقص نجوم السماء في رقصة خالدة أبدية. هذه الأرض التي كنت أحكمها يوما، دعوني أخذكم في رحلة عبر الزمن، رحلة لن تنسوها. طيب. الدنيا بقت صبح، بقت ظهر مرة واحدة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا حول. يطلع حاجة تطلعها منها ولا إيه؟ إيه ده يا ريت؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه اللي باظ ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده زي ما بدأنا، مش بدأنا كده؟ لا بدأناش كده. ايه؟ حيث ناقش الفنانون الحياة على الحرب، وتركوا لنا تحفا جميلة تحكي لنا عن عظمتهم. تعالوا بنا في رحلة عبر الزمن لتعيشوا أيامي. كده بتلون. ما هي زمان كانت متلونة. هيروغليفي، ما هي زمان كانت متلونة. حاجة قريبة؟ ده في ايد. ايه ده يا ابن اللعيبة؟ دي 3D. حلوة أوي. ايه ده الله، حلوة الجرافيكس. عارف، عندي واحد صاحبي ايديتور ممكن يخليهم جامدين أوي. عندي واحد صاحبي ايديتور ممكن يخليهم جامدين أوي. هنزل كليبس واخليه يمنتجهم ويبعتهم. لقد اعتقدوا أنني مجرد طفل، ولكن الحقيقة
أنني كنت ملكا من صغري، وهنا كانت مملكتي. بتاعت نادي الزمالك. حلو، انت فك نفسك. الله يحصل، ننفجر بقى. جريت ايه؟ ما الفيلم مش شغال ليه؟ greatest headlines of the association. وكلنا بيتزا كانت حلوه جدا هناك. وعلى فكره عندهم مسابقات كتيره جدا هناك. انا خسرت بس مش مسامح في اللي انا خسرته، بس تمام يعني. وادونا ايس كريم يعني بعد المسابقه ان احنا بندور على حاجات وكده، كنز وكده. فيا جماعه بجد المكان حلو، وحبوا مصر عشان مصر تحبكم. ودي قطه فرعونيه تقريبا ما اعرفش مصورها ليه. واستمتعوا يا جماعه في حياتكم، وربنا يخليكم، يا رب تخشوا الجنه كلكم.